ارحب بيكم ان انا يعني هو كمان انا حاسس كده وانا واقف جنبه انه يعني عنده من الحياء كده بيخلي الموقف بالشكل ده صعب عليه. فخليني ارحب بيكم جميعا والدكتور بلالعي. وهقول لكم شهاده انا دايما بشهدها لهذا الرجل انه اول من اطلق في مصر تعبيرات الاضراب والاعتصام والتظاهر، وهو من بشر بانه حينما يخرج مليون مصري سيسقط النظام. انا كنت بقرا تصريحات في الجرايد واقول يعني الراجل ربنا يحفظه يعني من السهل ان يفكر الباطشون والمستبدون في النيل منهم، لأنها مسألة غير مسبوقة في تاريخ مصر السياسي أن يعلن أحد المواطنين حتى لو ملوش أي صفة من الصفات هذه الجملة صراحة في وسائل الإعلام المختلفة. هي كانت شجاعة يحسد عليها بلا شك، إنما هي أظنها كانت مسؤولية تفرض نفسها عليه، وأراد أن يؤدي واجبه الوطني في الإصلاح عنها، وقد فعل، وقد أراد الله بهذا الوطن أن يتحرر وأن يسقط رأس النظام، وإن شاء الله باقي النظام في الطريق بإذن الله. أنا هسيبكم، أنا عارف إن أنتم تسمعوه مع الأستاذ الدكتور محمد بلالعي. أولا أحب أتفضل بالشكر والعرفان لكل واحد فيكم. أنا عارف أنتوا جايين من شمال مصر وجنوبها، جايين عشان نفصل بلدنا سوا، زي ما المهندس محمد الصاوي اللي أنا بتكلم فيه والأطفال على الجميل الكريمة وعلى الشتاء الصاوي إذا أصبحت منظر للحرية. إحنا النهارده بإذن الله زي ما قال فجرنا الثورة معا وهنحقق نتائج الثورة معا. أنا لما شفت منظركم النهارده كده وشايف الطريق الصعب اللي إحنا فيه، فكرت إن يمكن لو نعمل النهارده الدستور والانتخابات الرئاسة يبقى خلاص. أنا أحب أقول لكم عشان يعني زي ما بنقول أجيب من الآخر، الثورة هتنجح، مفيش شك في هذا. أما بنفتكر من 25 يناير ل 11 فبراير لا يمكن إن الثورة دي مش هتنجح. ال 15-20 مليون اللي كانوا في الشارع موجودين، ما راحوش حتة تانية. هيلفوا شمال، هيلفوا يمين، هنمشي احنا في الطريق المستقيم. انا عارف ان احنا عندنا فترة صعبة ودخلنا في حيطة فاسدة من ايام الاستفتاء الدستوري ومحاكمات عسكرية، ويعني دخلنا في طريق الحقيقة مسدود، انما باذن الله هنطلع منه وبنطلع منه. حد منكم كتب كان على التويتر اعتقد ان احنا بدل ما نروح عن طريق قناه السويس رحنا عن طريق رأس الرجاء الصالح يعني، وده الحقيقه اللي حصل. يعني كان ممكن النهارده يكون عندنا دستور ونحضر انتخابات برلمانيه مربوطه وانتخابات رئاسيه، لفينا يعني زي ما يقول ودنك منين يا جوع. معلش، في كل ثوره بيحصل اخطاء، ما ننساش ان احنا دي اول انتخابات بعد 60 سنه، اول نظام ديمقراطي بنحطه بعد 60 سنه.
معظم الناس ما تعرفش هي ايه الديمقراطيه، ولازم انتوا يا شباب اللي قمتوا بالثوره وده دوركم توعوا الناس وتعلموا الناس وتفهموا الناس ان يعني ايه الديمقراطيه. الديمقراطيه في الاخر كلمه واحده: كرامه الانسان. ليس ان كل وقت كرامه الانسان يعني يبقى حر، يبقى عنده حريه العقيده، حريه الراي، ياكل، يشرب، يتعالج، يتعلم. مش عاوزين اكتر من كده، وده اللي هنحققه باذن الله. انا النهارده لسه جاي من 6 اكتوبر في مقابر الشهداء اللي والله يعني مش قادر اقول لكم، ولا انا ولا مراتي ولا ابني ولا اختي، الشعور اللي يعني روح الانسان فقدنا، وصلنا الى مرحله ان روح البني ادم ما عادش لها قيمه في البلد دي. وده مش ممكن. يعني لابد. النهارده لسه من يومين بيتكلموا على عسكري واحد في اسرائيل. اسرائيل بقى لها سنين واقفه على رجل عشان عسكري واحد ما جرالوش حاجه، محفوظ. احنا اصبحنا بننظر الى البني ادم اللي يموت ده كأن اصبحت شيء طبيعي، ان واحد يتعذب، ان واحد يعتقد. كل ده هننهيه بان نحط نظام ديمقراطي. نظام ديمقراطي يعني ايه؟ وانا عشان كده دايما بتشوفوني بتكلم على دستور، لان هو ده اللي هيحدد كيان الدوله، هو ده اللي هيحدد شكل الدوله، اللي هيحدد هويه الدوله، اللي هيحدد نظام الدوله. لازم نحط الدستور ونحط كلنا، مش اغلبيه. كل واحد مننا لازم يكون ممثل في اللجنه اللي هتحط الدستور. الراجل اللي جاي من سينا، الراجل اللي جاي من نوبه، الست، الابن، المسلم، كل بني ادم، لان ده البيت اللي هنعيش فيه، ومش ممكن هتحطه لي اغلبيه ولا فصيل واحد، لا اطلاقا. وعشان كده بتشوفوني دايما بتكلم ان احنا نحط الدستور نعرف احنا رايحين فين، لانه ده اللي هنعيش فيه 40 50 100 سنه قدام. بعد كده الدستور ده هو كذلك اللي هيحدد شكل البرلمان. يعني احنا عارفين ان البرلمان الجاي ده في مجلس شورى، في اغلب النظام اذا ما كانش 100% هيتلغي في الدستور الجديد. عارفين ان مساله 50% عمال والفلاحين هتعدل لان الوقت اتغير وعاوزين تمثيل مختلف. يعني في اغلب الامور هنضطر مره اخرى هنعمل انتخابات ثانيه بعد الدستور. كان ممكن نوفر الوقت، انما ما نيأس. بعد الانتخابات دي هيتحط الدستور، وانا على الاقل سعيد ان المجلس العسكري برغم الاخطاء الجسيمه اللي ارتكبها فهم ان لابد ان يكون في دستور نبني عليه البلد، وده اللي هيتعمل بعد الانتخابات. واعتقد ان هنضطر بعد كده انتخابات رئاسيه، بعد كده هيكون انتخابات برلمانيه مره اخرى، وهنمشي في الطريق. فقدامنا يمكن سنه اقدر اقول، انما زي برضه ما اقول واكرر ما نقدرش ان احنا يعني نكروت زي ما